لو انت صاحي كل يوم ومش فاهم انت بتعمل ايه ولا رايح على فين، وحاسس ان الوقت بيعدي وانت واقف مكانك، يبقى الكلام ده ليك. لو بتذاكر او تشتغل او حتى تقعد من غير ما تعمل حاجة وبرضه الاحساس واحد، قلق وضغط وفراغ من جوه، فانت مش لوحدك. الفيديو ده مش صدفة، ويمكن يكون اول خطوة انك تفوق لنفسك وتفهم اللي بيحصل جواك بجد. خلينا نكون صراحة، أغلب الطلبة والشباب مش حاسين بالضياع عشان فاشلين أو أغبياء، لكن عشان عايشين من غير اتجاه واضح. الدراسة ضغط والمستقبل مش مضمون، والمقارنة على السوشيال ميديا شغالة 24 ساعة، فدماغك بيفضل يقولك إنك متأخر عن كل الناس. مع الوقت، الإحساس ده بيتحول لحرقان جواك، وتفقد التركيز والدافع حتى في الحاجات اللي كنت بتحبها. خليني أقولك حاجة مهمة، إحساسك إنك ضايع مش ضعف، ده دليل إن قلبك لسه صاحي ولسه بيدور على معنى حقيقي للحياة. أكتر وقت ممكن يغير يومك هو الصبح، وأكتر حاجة ممكن تثبتك هي علاقتك بربنا. ربنا ما خلقكش عبث، وما رمكاش في الدنيا كده وخلاص، وكل يوم بتصحي فيه هو فرصة جديدة. صلاة الفجر مش بس فرض، دي إعادة تشغيل لعقلك وقلبك، وبتديك إحساس إنك مش لوحدك في المعركة دي. خطوة بسيطة، قبل ما تمسك الموبايل قول يا رب دلني واهدني وبارك لي في يومي. في نص اليوم بيجي التعب وتبدأ تسوف وتقول هعمل بعدين، بس الحقيقة إن ده مش كسل، ده هروب من إحساس إنك مش شايف نتيجة. علم النفس بيقول إن الإنسان لما ما يكونش شايف معنى للي يعمله، دفعه بيقع، وعلشان كده ربنا ربط العمل بالنية مش بالنتيجة. عادة صغيرة، كل يوم أعمل حاجة واحدة بس ليها قيمة حتى لو صغيرة، المهم تحس إنك بتتحرك مش واقف. الليل هو أخطر وقت، وقت التفكير الزيادة، جلد الذات والمقارنات. بدل ما تسيب دماغك يدورك، اقعد مع نفسك دقيقة وراجع يومك بهدوء، مش علشان تكره نفسك لكن علشان تفهمها. قول لربنا إنك تعبت وإنك بتحاول، وحتى الدعاء البسيط في الوقت ده بيبقى ليه وزن كبير. أكبر كدبة صدقناها إن النجاح فلوس أو شهرة بس، لكن الحقيقة إن الراحة الحقيقية إنك تبقى ماشي في طريق تحس فيه إن ربنا راضي عنك. مش لازم تبقى أسرع واحد، المهم ما تقفش، ومهم تفضل راجع لربنا كل ما تتلخبط. لو حاسس إنك ضايع، ده مش آخر الطريق، ده أوله. ربنا بيناديك علشان ترجع له مش علشان يعاقبك، وكل خطوة صغيرة بتاخدها ناحيته ليها قيمة كبيرة. لو حسيت إن الكلام ده لمسك، اعمل لايك علشان يوصل لحد محتاجه، واشترك في القناة علشان نفضل نفكر بعض ونقوي بعض، وابعت الفيديو ده لحد بتحبه، يمكن يكون محتاج يسمع الكلام ده دلوقتي.